فيلمنا بيحكي عن كيم، بطلة سابقة في التزلج، بس دلوقتي بتشتغل في الكافيهات عشان تساعد نفسها وتساعد باباها من بعد ما مامتها ماتت في حادثة عربية. وفي يوم بتجيلها فرصة شغل في شركة خدمات في النمسا وبتغير لها حياتها، وهناك بتقابل واحد اسمه جوني وبتكون بتحبه وبتضطر انها تاخد قرار صعب عليها. وفي اول مشهد في فيلمنا بنشوف البطولات الدولية واللي بيبقى فيها ناس كتير موهوبة بيعرضوا مهاراتهم في التزلج، وبعدين بنلاقي 2 من مقدمين البرنامج وهم واقفين على المسرح وبيحكوا عن الاحداث اللي بتحصل في المنافسة، وواحد منهم بيتكلم عن كيم ماثيوز بطلة قصتنا واللي للأسف اعتزلت من بعد وفاة مامتها، وبتبقى مشهورة وسط اللعيبة عشان ليها إنجازات كتير، زي مثلا إنها فازت بلقب البطولة من قبل ما تتم 16 سنة، وكانت ابتدت احتراف من وهي عندها 11 سنة، وهي عندها 17 سنة كانت فازت بلقب البطولة في لندن. فمقدمين البرنامج بيتمنوا لها على التلفزيون ان اللي فيه الخير ربنا يقدمه لها وتبقى كويسة ومبسوطة في حياتها، بس في الحقيقة هي ما بتبقاش مبسوطة خالص، وبنشوفها وهي واقفة بتشتغل في مطعم وزهقانة من حياتها، ومع انها بنت جذابة وعندها 19 سنة بتبقى لسه ما لقيتش حب حياتها، ووقتها كله بتقضيه في الشغل عشان تساعد باباها في المصاريف، واللي بيبقى باين عليه انه مش عارف يعمل حاجة. ولما بترجع البيت كيم بتلاقي جوابات فواتير كتير في صندوق البريد، وبتطلب من باباها انه ما يطنش الموضوع، بس هو بيأكد لها انه هيبقى يشوف حل للموضوع ده، مع انه بيبقى قاعد في البيت عواطلي لا شغلة ولا مشغلة. فكيم بتحاول تشوف له شغل معاها في المطعم، ولما بتتكلم مع مديرها في الموضوع بتلاقي ان مفيش وظايف فاضيه، وبعدها بتروح تحكي لصاحبتها ان الشغل اللي كانت بتشتغله في الصيف عشان تسلي بيه نفسها بقى شغل بدوام كامل وكمان مش جايب همه. وقتها صاحبتها بتقترح عليها انها تقدم على شركه خدمات بوش، ولما كيم بتسمع عن الموضوع ده الفكره بتعجبها وبتقرر انها تقدم على وظيفه هناك. بس لما بتروح تعمل مقابله بتلاقي ان في بنات تانية كتير اساميهم بيلا، وباين من اسلوبهم انهم جاهزين للشغلانه دي وعارفين هما بيعملوا ايه، على عكس كيم اللي ما بيكونش عندها خلفية خالص عن الموضوع ومش عارفة تفرق حتى بين انواع الكاسات ولا عارفة تقدم الاطباق وتمسكها كويس. وبعد الاختبار بيطلبوها في المكتب والمسؤولة بتقول لها انها ما اتقبلتش، فكيم بتصرحها وبتقول لها انه يمكن اسمها مش رقيق زي باقي البنات اللي مقدمين معاها ولا شعرها اشقر زيهم، بس الحقيقة انها انسب واحدة فيهم للشغلانة دي، ومع انها مش متدربة في الوكالة بس هي اشتغلت في مطاعم كتير وعارفة ازاي تطبخ وتخدم. بس الست في الاول ما بتهتمش عشان عارفة من جواها انهم مش هيحتاجوها، لحد ما بتجيلها مكالمة في الوقت ده بتخليها تغير رأيها، وبتعرف ان واحدة من البنات اللي في الوكالة رجلها اتكسرت ومش هتقدر تطلع معاهم، والاوحش كمان ان مفيش ولا بنت تانية هتقدر تشتغل برضه. فكيم وهي خارجة من المكتب الست بتناديها وبتطلب من كيم انها تشتغل معاهم، ولما كيم بترجع البيت بتحكي لباباها اللي حصل، وهنا بنعرف انها رفضت تشتغل، والسبب الاساسي اللي خلاها ترفض هو انها خايفة على باباها عشان هو مش هيعرف ياخد باله من نفسه لو سافرت، عشان هي المفروض كانت هتبعد لمدة 4 شهور. وبعدها كيم بتحكي لصاحبتها اللي حصل واللي بتقول لها انها غلطانة في القرار ده عشان هي طول ما هي هنا مش هتوصل لأي حاجة وهتتعب جامد. فكيم بتقرر انها توافق على الشغلانة في الاخر، ولحسن الحظ لما بتتصل الست بتقول لها ان مفيش ولا بنت لحد دلوقتي هتقدر تطلع الطلعه دي، وبتقول لها كمان انها لازم تلحق القطر بتاع تاني يوم. وقبل ما كيم تحضر شنطتها بتروح السوبر ماركت تشتري كل الاكل اللي باباها هيحتاجه، وبنشوفها وهي واقفه في المطبخ بتطبخ وبتجهز له وجباته كلها اللي هيحتاجها وهي بعيده طول ال4 شهور اللي جايين. وقبل ما تسافر بتقول لباباها ما يقضيهاش عيش وفول طول الوقت، وانه لو تعب يقدر يتصل بمستشارة الصحة اللي طلبتها عشان تكشف عليه من وقت للتاني. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوفها وهي في النمسا، وبعد ما بتنزل المحطة بتلاقي بنت كاتبة اسمها على كرتونة ومستنياها، وبنعرف ان البنت دي اسمها جورجي وانها بنت جذابة وشعرها اشقر واجتماعية مع الناس. ولما كيم بتروح لها جورجي بتبقى بتتكلم في التليفون، ولما بتشوفها بتتفاجئ عشان ما كانتش متوقعة انها هتبقى كده. وبعدها جورجي بتوصلها للمنتجع، وكيم بتبقى بتتفرج على المناظر اللي قدامها من الشباك وبتنبهر من جمال الجبال اللي حواليهم. ولما بيوصلوا منتجع التزلج جورجي بتقابل صاحبتها واللي هي كمان بتشتغل معاهم، فبتنزل الشباك عشان ترد على صاحبتها، ووقتها صاحبتها بتاخد بالها من كيم وبيبقى باين على وشها الصدمة لما بتعرف ان كيم هتشتغل معاهم. وبعد كده بيروحوا البيت اللي كيم هتشتغل فيه، وقبل ما يوصلوا جورجي بتحذرها من حوارات الشغل وبتقول لها انها لو احرجتها قدام العيله اللي هتقعد معاهم هي مش هتسكت ليها، وبتقول لها ان عيله ماتسون هيوصلوا النهارده على الساعه 5، فجورجي بتقترح عليها انهم يبداوا شغل على طول. ولما كيم بتوصل البيت بتلاقي لوحات وتصاميم كتير، ولما بتدخل الصاله بتاخد جهاز التحكم بتاع معظم الحاجه اللي في البيت زي مثلا الدفايه والستاير، وبتشوف قدامها الناس وهي بتلعب في التلج فبتروح تتفرج من قريب على المكان.
بس للاسف ما بتبقاش جاهزه، فبترجع من مكان ما جت بعد ما بتبقى هتتخبط، وبعد شويه بتدخل اوضتها وبتلاقي سرير جورجي متبهدل على الاخر. ولما بتسمع صوت جاي من البلكونه بتخرج تشوف فيه ايه، وبتلاقي جورجي وصاحبتها بينموا عليها وبيتريقوا على منظرها عشان باين عليها انها مش شبههم خالص ولا شبه اي واحده من اللي بيشتغلوا في الوكاله. وهم بيوضبوا السراير جورجي بيتعلم كيم القواعد الاساسيه في الشغلانه عندهم، واول قاعده هي انهم ممنوع يتصاحبوا على اي حد من الناس اللي ساكنه في البيت، وانه اهم حاجه ان الفطار يكون جاهز على الساعه 8 وبعدها تقدر تعمل اللي هي عايزاه. وتالت قاعده هي انها ما ينفعش تبقى في علاقه مع حد من العملاء بتوعهم. وبعد كده بيروحوا السوبر ماركت يشتروا كافيار كتير للضيوف. وفي المشهد اللي بعد كده جورجي بتقول لكيم انها هتبقى قدام البيت، وكيم مطلوب منها انها تفضل في المطبخ لحد ما تخلص الاكل. وبعد شويه بيروحوا المطار يستقبلوا الضيوف اول ما يوصلوا، ووقتها جورجي بتقابل برنهارت المشرف بتاع كيم وجورجي. وبعد كده لما العيله بتوصل كيم بتكون متوتره ومش عارفه تتصرف ازاي، فبتسأل جورجي هي المفروض تتكلم معاهم ازاي، فجورجي بتكذب عليها وبتقول لها انها المفروض توطي قدامهم. وهنا بنتعرف على جوني الابن الكبير للعيله، ولما بيجي بيحضن جورجي وكيم بتوطي قدامهم زي ما جورجي قالت ليها. ولما جوني بيشوفها بيستغرب وبيسألها هي بتعمل ايه، فبتقول له انها كانت بتربط الكوتشي بس. وهي بتسلم عليه بتلاقيه وسيم جدا، وبنعرف كمان ان هو وعيلته بيبقوا اصحاب الوكاله. وبعد ما بيتعرفوا على بعض كلوي خطيبة جوني بتيجي وبتسلم هي كمان على كيم، وبعدها بيجي اخوها نايجل وبيتعرف على الكل، وبيبقى باين عليه انه خجول حبتين بس وسيم جدا برضه، وبيبقى باين عليه انه معجب بجورجي وعشان كده بيتوتر وهو قدامها. واخيرا الاب والام بييجوا يسلموا على كيم وجورجي، وبنعرف ان ريتشارد وكارولين عكس بعض تماما، وان ريتشارد من النوع الحنين حبتين مع ان كارولين قلبها جامد شويه. وبالليل العيله بتبقى قاعده على الترابيزه تتعشى بالاكل اللي كيم حضرته، وجورجي بتطلع تقدمه لهم، وطول الليل بيقضوها هزار ولعب وضحك ومحدش بيهتم قوي بكيم، بس جوني بيحاول يساعدها على قد ما يقدر. وبعد كده بيشربوا وهم بيلعبوا بواقي الاكل، ولما كيم بتشوف ده بتتضايق جدا وما بتبقاش فاهمه هم ازاي يعملوا كده، وشايفه انهم مجانين على اللي بيعملوه ده. وفي الوقت ده جوني بيدخل المطبخ وبيقول لها انهم مش مجانين للدرجه، وبعدين بيدخل ياخد جورجي عشان تلعب معاهم، وبيقول لكيم تقعد معاهم. ولما بيطلعوا بره كلهم كيم بتلاقي جورجي بتلعب وبتعمل لهم حركتها المشهوره، ونايجل بيرقص معاها. وبعدها العيله بتنزل حمام السباحه، وكيم بتبقى بتكلم باباها في التليفون وبتقوله ان كل حاجه تمام وانها كويسه ومبسوطه في الشغل. وتاني يوم الصبح كيم بتحاول تصحي جورجي بس هي مش بتقوم، فبتنزل تحضر الفطار لنفسها، وعشان ما بتبقاش عارفه هي المفروض تعمل ايه على الفطار بتقرر تعمل بيض وكافيار. بس كارولين مش بيعجبها الاكل وبتعلق عليه، وبتقول للكل يستمتعوا بالفطار اللي ثمنه $300 ده. وبعدها بنات الوكاله كلهم بيتجمعوا وبيخرجوا ويلعبوا في التلج، بس كيم ما بتبقاش عارفه تلعب معاهم، فبتقرر انها تعمل حاجه حلوه في البيت. بس جورجي بتقول في الاخر انها هي اللي عملت الحاجه الحلوه. وبعدها كيم بتحس انها عاوزه تعمل حاجه تسلي بيها نفسها، وبتاخد الادوات اللي محتاجاها وبتقرر تتعلم لوحدها ازاي تتزحلق على الجليد. فبتروح عند التل وبتستعد، ولما بتكون خلاص هتبدا بيجي واحد نازل من فوق التل بينط فوقيها، وبعدين بيزعق لها عشان واقفه في مكان غلط، فكيم بتعتذر له. ومع انها بتفضل تقع كتير بس مش بتستسلم، وبتقعد تحاول اكتر من مره لحد ما بتزهق وبتستسلم خلاص. وهي قاعده على التلج الشاب اللي وقع عليها من شويه بيجي يقول لها انه معجب باصرارها ده قوي، وبعدين بيعرفها بنفسه وبيقول لها انه اسمه ميكي وعايش في فنلندا. فكيم بتعرفه هي كمان بنفسها وبتقول له انها من انجلترا، فبيعرض عليها انه يساعدها تتعلم. واول ما بيقول لها ان الموضوع زيه زي التزلج باللوح كيم بيبدا مستواها يتحسن. وبعد شويه بيطلعوا فوق التل بالكراسي اللي في الهواء، ووقتها ميكي بيلاقي اعلان عن منافسه التزلج على الجليد وبيقول لكيم تشارك فيها هي كمان، بس كيم ما بتبقاش شايفه انها تقدر تشارك فيها. بس ميكي بيقول لها انها موهوبه وان المسابقه لسه بعد 3 شهور ودول كفايه قوي عشان تتدرب فيهم. وبيقول لها كمان اللي هيفوز في المنافسه دي هياخد $25,000، وكيم محتاجه الفلوس دي عشان ظروفها. وبالليل بتبقى حفله خطوبه جوني، والمفروض انه هيتقدم لخطيبته، والبنات بتوع الوكاله معزومين على الحفله دي. وقبل ما يروحوا كارولين بتقول لكيم انها لازم تلبس فستان حلو، وده معناه انها محتاجه تلبس حاجه فخمه اكتر. فكيم بتتضايق وبتروح لجورجي واللي بتساعدها وبتديها مستحضرات تجميل وفستان تلبسه. وبعد ما بتجهز كيم بتروح المطبخ عشان تطلع الاكل اللي في الفرن قبل ما يتحرق. وفي الوقت ده جوني بيكون واقف في المطبخ وبيقول لها ما شاء الله عليكي طلعت حلوه، فبتقول له يعني قصدك ان الاول كنت وحشه؟ وجوني بيبقى حابب ينكش فيها وبيحب يرخم عليها. ولما بتطلع الصينيه من الفرن جوني بيعرف انها هي اللي بتعمل الاكل من ساعه ما جم،
مش جورجي. ولما بتاخد بالها انه مش عارف يربط الجرافطه بتروح تربطها له هي، وهم واقفين في وش بعض بيتوتروا وبيتكسفوا. وبعد كده في الحفله كيم وجورجي بيقدموا هما الاكل والمشاريب، ولما الازازه بتخلص جورجي بتطلب من كيم انها تفتح ازازه تانية، فكيم بتمسك الازازه وبتفضل باصه فيها ومش عارفه هي المفروض تفتحها ازاي. وفي الوقت ده كارولين وكلوي وجوني بيبقوا واقفين باصين عليها وبيتريقوا وهي حاطه الغطا قدام وشها. ولما جوني بياخد باله ان الغطا هينفجر في وشها بيحاول يحذرها، بس الوقت بيكون اتأخر وكيم بتتغرق ومناخيرها بتتعور، فبتخرج بره وهي بتحاول توقف النزيف. ولما جوني بيخرج يطمن عليها كيم بتحاول تداري وشها، فبيهزر معاها وبيقول لها يا ستي بركه، على الاقل هتشربي براحتك وانت كده كده جالك صداع. فكيم بتاخد الكاس من ايده وبتشرب، وبعد ما بتدوق وبتلاقي طعمه حلو جوني بيقول لها انه من نوع فخم وغالي. وقتها كيم بتحبط وبتبقى مش عارفه هي ليه قاعده مع ناس اغنياء وعايشين في عالم تاني خالص غير اللي هي كبرت فيه. فجوني بيقول لها انه مش كده وبس، وانهم كائنات فضائيه كمان، وان مامته اكتر واحده بترعب من بينهم. فكيم بتقول له عندك حق، مامتك دي اكتر واحده بتخوف انا شفتها في حياتي. فجوني بيحكي لها عن وقت ما اهله اتقابلوا، وبيقول لها ان مامته ما تخوفش للدرجه برضه، عشان هي وقت ما قابلت باباه اول مره باباه كان بيشتغل مضيف طيران. وتاني يوم الصبح العيله بتاخد بعضها وبتمشي، وبنشوفهم وهم بيحطوا شنطهم في طيارتهم الخاصه، وكيم بتساعد جوني يحط الشنط بتاعته، وهو بيوعدها انه هيبقى يرجع في شهر 2. وهو بيسلم عليها بيبقى رايح يحضنها، بس هي بتمد ايديها فبتخبطه في بطنه من غير قصد. وبعدين بنلاقي ان كارولين متضايقه من ابنها وبتقوله ان حبيبته مش هتستناه كتير عقبال ما يتقدم ليها. وفي الناحيه التانيه نايجل بيبقى واقف مع جورجي وعينيه بتطلع قلوب، ولما بيسالها اذا كان ينفع ينزل صورهم سوا على النت فبتوافق وبتعكسه من تحت لتحت. وقبل ما يطلعوا على الطياره ريتشارد بيدي البنات فلوس وعليها كمان تيبس، والمبلغ بيبقى اكتر بكتير من اللي كانت كيم متوقعاه. وبعدين بتتصل بباباها وتحكي له على اللي حصل، وبنعرف هنا انها اخدت 200 يورو على الاسبوع. فباباها بيتفاجئ لما بيسمع الرقم ده وبيقعد يهزر معاها وبيسالها هي بتشتغل فين بالظبط. وبعدين كيم بتقوله انها هتحط الفلوس دي في البنك عشان يسحبها، فبيشكرها وبيروح يكمل اكل. وبنشوفه وهو مش عارف يسخن الاكل اللي كان متشال في التلاجة. وعلى العصر كده كيم بتروح تتدرب مع ميكي، وفي الاول بتبقى مش عارفه تنط وتتحرك كويس، بس بعد محاولات كتير بتقدر تعمل الحركه اللي بقالها كتير بتتدرب عليها، وده بيخليها مؤهله للمرحله الاولى في المنافسه. وهي نازله بتقابل بنت تانية فبتعرفها انها راكبه على لوح تزلج مبتدئين، وبتقول لها انها ممكن تروح محل بيبيع الالواح وتسال هناك على واحد اسمه ويلي، وبتقول لها كمان تقول له وانا جاي من طرف طاره عشان يعمل ليها خصم. ولما بتدخل وبتقابل ويلي بيقول لها ان الالواح ب 40 يورو لبنات الوكاله، ولما بتقول له وانا جاي من طرف طاره بينزل لها السعر ل 30 يورو. فبتتحمس باللوح اللي جابته جديد ده وبتروح تكمل تدريب لوحدها. ومن وقتها وهي بتحب الموضوع اكتر، والناس اللي في المكان كمان بياخدوا بالهم منها وبيشوفوا مستواها قد ايه بيتحسن، لدرجه ان جورجي وصاحبتها ما بيبقوش مصدقين هي ازاي من فتره قريبه ما كانتش عارفه تتحرك باللوح حتى. ولما كيم بتلاقي مستواها بيتحسن ده بيشجعها انها تصحى بدري تاني يوم، بس للأسف لما بتخرج بتلاقي فيه عاصفة ثلجية بره. ولما بتروح تتمشى أو تشوف أي مكان فاتح بتلاقي الكل قافلين بسبب العاصفة. وفي المشهد اللي بعد كده كيم وجورجي بيبقوا قاعدين في الصالة بيتكلموا، بس مرة واحدة بيلاقوا برينهارت داخل عليهم بالروب، وبيقول لهم ان اصحاب البيت سمحوا ليه انه يستخدم الجاكوزي بتاعهم، وبيعزم على البنات انهم ينزلوا معاه، بس البنات بيقولوا له انهم مش جايبين معاهم مايوهات، فبيهزر وبيقول لهم انهم مش لازم ينزلوا بمايوهات، فبيتريقوا عليه وبيسويه برطم مع نفسه عقابا على دمه التقيل ده. وفي الكام يوم اللي بعد كده العاصفة بتبقى لسه شغالة، فكيم ما بتبقاش عارفة تكمل تمرين، فبتقرر تجرب طرق تانية، فبتمسك اللوح بتاعها وبتحطه على الكنبة وبتقعد تتنطط بيه وهي بتتخيل التلج قدامها. وفي يوم جورجي وهي قاعدة بره بتلاقي تليفون كيم بيرن، فلما بتمسكه وبتبص فيه بتكتشف ان النهارده عيد ميلاد كيم، بعد ما بتلاقي صاحبتها بعتلها صورة بتقول لها فيها عيد ميلاد سعيد. بس كيم ما بتبقاش مهتمة ومش عاوزة تعمل اي حاجة في عيد ميلادها، بس جورجي بتاخدها بالغصب على البار، وهناك بيلاقوا كل الناس اللي يعرفوهم من ضمنهم ميكي، وبيشربوا والعياذ بالله وبيسكروا وبيقضوا الليل كله خمرة ونسوان. وبعد الحفلة كمان بياخدوا صحابهم معاهم البيت وبيكملوا الحفلة هناك، وبنلاقي البيت زحمة ومفيهوش مكان فاضي والكل مبسوطين وعمالين يرقصوا. وفي الوقت ده جورجي وكيم بيكونوا سكرانين على الآخر، ومرة واحدة جورجي بتجيلها فكرة مجنونة فبيروحوا بعدها الجاكوزي، ووقتها بيشجعوا كيم انها تقعد في التلج الأول وبعدين تنزل الجاكوزي معاهم. وهي نازله بتلاقي في نور قوي جاي عليها، ولما بتبص بتلاقيها عيله ماتسون. وطبعا الحفله بتخلص وبنشوف البنات وهم بينظفوا البيت، وبرنهارت بيجي يشوف البيت عشان يطمن ان مفيش اي حاجه باظت او اتكسرت فيه. وبعدين بنلاقيه طالع يقول لجوني ان ترابيزه القهوه ونظام مكبر الصوت باظوا، ده غير الزرعه اللي في حد استفرغ عليها. فجوني بيتضايق بس بيقول بعدين انهم هيغيروهم ويجيبوا غيرهم. وفي اللحظه دي بيفتكر اللوحه الغاليه اللي في الطرقه، فبيجروا كلهم يطمنوا عليها، بس لحسن الحظ بيلاقوها سليمة. وبعدها جوني بيقول للبنات ان الاضرار اللي حصلت دي هتتخصم من فلوسهم، وبيقول لكيم
تبقى تحتفل بعيد ميلادها في بيتهم المرة الجاية. وتاني يوم الصبح البنات بيصحوا ينظفوا في باقي البيت، وبعد ما بيخلصوا بيقرروا يروحوا يتزلجوا على التلج مع العيلة. وهم راكبين الجندولا نايجل بيسأل جورجي هي شايفاه ازاي، فبتقوله انه بالنسبة لها زي اخوها، بس ده مش وقت كلام في الموضوع ده. وقتها كلوي بتقاطعهم عشان بتحس انها مش مرتاحة، وبعدها جوني بيغير الموضوع وبيخلي الكل يركزوا على التلال اللي حواليهم، فبيقعد يفتي وكيم بترد عليه لما بتلاقيه بيستفزها، فبيقعدوا يشدوا مع بعض طول الطريق لحد ما بيوصلوا عند التل من فوق. ووقتها كلهم بينزلوا يتزلجوا، وكيم بتنزل بلوح التزلج بتاعها وجوني بيروح وراها، وبعدها بيتقدم عليها وكيم بتقف تتفرج عليه عشان تشوف الحركة اللي هيعملها، وبنشوفه هو بيتشقلب في الهواء وبعدين بينزل تاني في التلج، وبيشجعها انها تعمل نفس الحركة اللي عملها دي، وبيرفع لها ايديه عشان تروح ليه. وفي الوقت ده كلوي بتيجي وبتحس بغيرة لما بتشوفهم بيهزروا مع بعض، ولما كيم بتيجي تنط من فوق الصخرة بتشوف قدامها الحادثة اللي عملتها هي ومامتها، فبتفقد توازنها وبتقع. فكلوي بتستغل الفرصة دي وبتبقى عاوزة تنط من فوقيها، فبتمشي من نفس الطريق، بس بتقع في شر أعمالها وبتطير في الهواء وبتقوم واقعة على التلج وبتكسر ظهرها. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف الإسعاف جت وبياخدوا كلوي، فجوني بيقول لكيم إنه هيرجع كمان كام أسبوع عشان يشوفها قبل ما يمشي مع كلوي. وفي الوقت ده كيم بتقرر تتدرب على خوفها من التزلج، فبتطلب من ميكي إنه يساعدها، فبنشوفه وهو بينط من فوق الصخرة وبيتشقلب في الهواء وبيقع على كبسولة الأمان، وبيشجع كيم إنها تعمل نفس الموضوع، فبتحاول بس بعدين بتقعد على الأرض عشان بتبقى خايفة من إنها تجرب. فميكي بيروح لها وبيقول لها ان النط سهل بس النزول هو اللي صعب، وبعدين بيمسك ايدها وبياخدها على طرف الصخرة وبينطوا سوا. وبعد ما بتجرب كذا مرة كيم بتتعود وبتلاقي الموضوع بقى سهل، وبعد شوية بتقرر انها تريح وتشرب حاجة مع ميكي، بس وقتها تارا بتيجي وبتشجعها انها تقوم تكمل، فكيم بتطلب من ميكي انهم يقوموا يكملوا تدريب. وفي الوقت ده ثقتها في نفسها بتزيد، وبعد ما بتمشي على الطرق الصغيرة بتقرر انها تمشي على الطرق الكبيرة الصعبة، بس ميكي بينادي عليها وبيقول لها انه لسه بدري على الحركات دي، بس هي بتبقى راحت خلاص وبتلاقي ان عنده حق وبتقع. وللاسف بتشوف قدامها نفس المشهد بتاع الحادثه وبيخليها مش قادره تسيطر على الموقف، وبعد الوقعه دي ايديها بتتكسر، فبتقرر انها ما تحاولش تتدرب تاني ولا تشارك في المنافسه. ولما جورجي بتعرف بتسالها هي متاكده من القرار ده ولا لا بعد كل التعب ده، بس كيم بتقول لها انها بدل الفلوس اللي صرفتها على الادوات الغاليه دي كلها كان زمانها حوشت. وبعدها بتتعصب وبتمشي من المكان وبتروح تسهر في البار لوحدها، ولما باباها بيحاول يتصل بيها مش بترد عليه، ولما موظفة الصحة بتروح له البيت بيشتكي لها من بنته وبيقول لها انها في الفترة الأخيرة بنته بقت بعيدة جدا، والست بتقول له ان من وقت للتاني بيكون احسن للبني آدم انه يمر بتغييرات في حياته. وبعدها بتديله المبيض عشان ينظف البيت بيه، فبيمسك الازازة وبيقول لها ان هو كمان قرر يغير حياته. وبعد ما كيم بترجع من البار بتقعد تقرأ كتاب في البيت، وبعد شوية بتلاقي ميكي جاي يزورها، ولما بيسألها عن دراعها جورجي هي اللي بترد عليه وبتقوله انها كلها يومين وهتبقى كويسة، فميكي بيحاول يقنعها انها تروح تتدرب معاه اول ما تخف، بس للأسف هي مش بتغير رأيها برضه ومش بترضى تروح معاه. وتاني يوم عيلة ماتسون بتيجي من تاني، بس المرة دي ريتشارد وجوني بس اللي بيجوا ومعاهم رجل أعمال غريب مريب. وبعد الفطار ريتشارد بيطلب من جورجي انها تروح معاهم الرحلة اللي طالعينها وتساعدهم في تجهيزات الغدا، بس جورجي بتكذب وبتقوله انها عندها برد وبتخلي كيم هي اللي تروح معاهم. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوفهم وهم رايحين عند الجبل بالهليكوبتر وبيلعبوا شويه في التلج لحد العصر، ولما بيقعدوا يتغدوا كيم بتصب ليهم حاجه يشربوها، وفي الوقت ده بيقعدوا يرخموا عليها، بس جوني وقتها بيتدخل وبيقول لها ما تردش عليهم، وبيرد هو عليهم وبيدافع عنها. وبعدها كيم بتروح تحط له هو كمان عصير وبتشكره على كلامه. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف البنات وهم بيسلموا على الرجاله وهم رايحين يركبوا العربيه عشان يمشوا، وهم بيتحركوا جوني بيطلب من باباه انه يوقف العربيه عشان هو عاوز يقعد شويه كمان. ولما بيدخل البيت وبيفتح الباب كيم ما بتبقاش باصه، فبتفتكره جورجي وبتقول لها انهم اخدوا $400 تيبس، ولما بتبص وراها بتلاقي جوني هو اللي واقف، فبيفكرها بانهم لسه هيتخصم منهم تاني مقابل الحاجات اللي كسروها وقت الحفله. وبياخد فلوس جورجي كمان وبيعرف كيم انه عنده استعداد يرجع لها الفلوس دي بس بشرط انها تساعده يتدرب في التزلج، وبيقول لها كمان انه هيديها 50 يورو في الساعه. وبعد ما جوني بيقف على اللوح بيبداوا يتحركوا، بس بيقعوا كل شويه على التلج وبيبقوا مبسوطين وبيهزروا ومش بياخدوا بالهم ان الناس بيبص عليهم من ضمنهم برنهارد. وهنا بنعرف ان جوني عمل كده وخلى كيم تساعده يتدرب عشان يخليها هي ترجع للتزلج على التلج، وبيبقى واقف هو وميكي يتفرجوا على كيم وهي بتعمل كل الحركات اللي اتعلمتها. بعدين بيقعدوا يرتاحوا شويه على التلج، وكيم وقتها بتقول له بطريقه انه يا عيني اكيد حياته صعبه، فبياخد الكلام بهزار في الاول بس بعدين بيتكلم معاها جد وبيثبت ليها انه فعلا مش عارف يعمل اللي هو عايزه. وبيقول لها ان باباه شايل له مكانه على ترابيزه المجلس من وهو عنده 2 سنين، وان مامته مش هترتاح غير لما يتجوز كلوي ويخلف ويجيب لهم بتاع 9 عيال اقل حاجه.
وبيقول لها كمان انه مش حابب ان حياته تبقى متخطط ليها بالطريقه دي، وانه عاوز يعمل اللي هو عايزه بدل ما يبقى بيحقق اللي باباه ومامته عايزينه. فكيم بتبص ليه وبتقول له ان مشاكله دي مش مشاكل حقيقيه، وانها مجرد اعذار بتاعه الولاد الاغنياء. ولما بتساله هو ليه ساكت بيقول لها ان الموضوع مش بالسهوله دي. ولما بيلاقيها بتبتسم بيسالها هي بتفكر في ايه بالظبط، فبتقول له الله يمسيها بالخير كانت دايما تقول لي انت عندك مخ تفكري بيه وعندك رجلين، وطالما كده يبقى تقدري انك تختاري الطريق اللي عايزه تمشي منه. فبيقول لها مامتك بتعرف تقول حكم، وكيم بتبتسم. ولما بترجع البيت بالليل جورجي بتحذرها من السكه دي، ولما كيم بتسالها قصدها ايه بالظبط جورجي بتفكرها ان الموسم قرب يخلص خلاص وكلها يومين وهترجع لحياتها القديمه، وهو كمان هيرجع لحياته، وانها مش هتوصل لحاجه بالاخر. فكيم بتقرب منها وبتسالها هي بتتكلم عن انهي حياه بالظبط، وبتطلب منها انها ما تحكمش عليها على حسب المعايير بتاعتها. ووقتها كيم بتفكر جورجي باللي هي كمان بتعمله، وبتفكرها انها عارفه انها عندها استعداد تبقى مع واحد غني زي نايجل بدل ما تكون مع ميكي مع انها بتحبه. فجورجي بتزعل من كلامها بس بتحاول تقول لها حاجه، بس كيم بتقول لها تخليها في حالها وبعدين بتخرج تشم هوا. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوفها وهي في البار وويلي بيقدم ليها كاس وبيسالها اذا كانت حابه تتكلم معاه في حاجه عشان هو واخد باله ان في حاجه مضايقاها، بس كيم ما بتبقاش حابه تتكلم في الموضوع وبتقرر انها تحاسب وتمشي. بس ويلي بيرجع عليها الفلوس وبيقول لها ان هو عازمها، وهي خارجه من البار بتلاقي جوني قدامها، فبتفترض ان جورجي حكت له اللي حصل، بس هو بيقول لها انه مش حابب يتدخل في الموضوع. ولما بيحاول يتكلم معاها بخصوص علاقتهم هما الاتنين كيم مش بتستناه يكمل كلامه وبتسيبه وبتمشي، بس هو بيلحق نفسه على اخر لحظه وبيقول لها انه عايزها في شغل، وانه حجز الهليكوبتر وعايزها تبقى معاه وتحضر له الغدا. ولما بتسمع ده بتقف في مكانها وبتضحك وبتقول له انه عيل رخم. وتاني يوم الصبح بنشوفهم وهم بيتحركوا بالهليكوبتر ورايحين بيها الجبل، ومن حسن حظهم انهم بيبقوا الوحيدين اللي في المنطقه، وجوني بيبقى بيتزلج وكيم بيتزحلق باللوح بتاعها، وبيقضوا وقت لطيف سوا وبيستمتعوا هم مع بعض. وبعدها بيركبوا الجندولا وبيطلعوا المكان عالي اكتر، وبيركبوا بعدها اللوح سوا وبيتزحلقوا بيه. ولما بيلاقوا التلج بينزل عليهم بيلعبوا سوا وبيحدفوا بعض بالتلج، ومع انه خطر انهم يبقوا بره في ظروف زي دي بس بيكملوا لعب وبيتدحرجوا على التلج وبيستمتعوا بالجو سوا. وفي المشهد اللي بعد كده بيبقوا روحوا البيت ونازلين من فوق وهم لابسين الروبات، فجوني بينزل الاول واول ما بيبص قدامه بيتنح. ولما كيم بتحس ان في حاجه غلط بتبص في نفس الاتجاه وبتتصدم هي كمان عشان بيلاقوا مامته قدامهم، وبتقول له انت مش المفروض خطوبتك النهارده. وهنا كيم بتستوعب ان جون اتقدم لكلوي قبل ما يرجع البيت. ولما كيم بتروح تسال جورجي بتعتذر لها وبتقول لها انها كانت عايزه تقول لها، بس كيم بتكون متغاظه على الاخر وبتلم شنطتها عشان تمشي، وبتقول لها انها كان عندها اكتر من فرصه تقول لها فيها على الموضوع بس هي مش فاهمه هي ليه اختارت تخبي. وفي الناحيه التانيه كارولين بتدي جوني محاضره وبتفكره ان كيم دي مجرد موظفه وان اللي زيها بيبقوا باصين للفلوس وبس، وبتقول له ان برنهارت هو اللي حكى لها. وبعدها بتحذر ابنها وبتقول له يبعد عن كيم والا هتبعدها هي بطريقتها. فجوني بيحاول يفكرها بزمان وبقصه حبهم هي وريتشارد، بس هي بتوقفه قبل ما يكمل كلام وبتفضل تقول له ان كيم دي مش بتفكر غير في حاجه واحده بس. وقبل ما تكمل كلامها وتقول هي ايه الحاجه دي كيم بتيجي وبتقول لها انها جت تشتغل هنا عشان الفلوس فعلا، بس ما خدتش فلوس غير بعرق جبينها. وفي الوقت ده جوني بيحاول يحاسب كيم على ال3 ساعات اللي قعدتهم معاه، بس نيته بتكون انه عاوز يساعدها ويديها فلوس قبل ما تمشي، بس طبعا بيتفهم غلط. فكيم بتاخد بعضها وبتمشي وهي مصدومه من رد فعله ده، فجوني بيروح وراها عشان يتكلم معاها بس هي مش بتقف وبتفضل ماشيه لحد موقف الاتوبيسات من غير ما تبص وراها حتى. ولما بتوصل المحطه بتتصل بباباها عشان تقول له انها جايه البيت تاني يوم الصبح، ولما بيسالها عن المنافسه بتقول له انها كده كده ما كانتش هتفوز فيها، بس باباها ما بيبقاش عاوزها تستسلم، فبيفكرها انها عمرها ما خافت ولا شكت في نفسها لحظة وقت ما كانت بتلعب بطولات، وإنها كانت على طول بتفكر إزاي تفوز وبس. وكلامه ده بيخلي كيم تغير رأيها وتروح البطولة وبتساعد ميكي كمان إنه يوصل بدري، وبنلاقي إن في ناس كتير مشاركة في المنافسة دي. فكيم بتفضل واقفة مستنية دورها وبتتفرج على ميكي لما بيروح قدامها وبيتزلج على المرتفعات كلها، بس زي كل سنة وهو بينط وبيتشقلب في الهواء بيقع بوشه على التلج. وفي الوقت ده كيم بتشوف تارا وهي بتاخد الجرعة بتاعتها، ولما تارا بتاخد بالها إنها شايفاها بتقول لها إن الجرعة دي قانونية وعادية جدا. ولما بيجي دور تارا بتلعب كويس جدا وبتسجل اكتر من 80 نقطة. وبعدين بيجي دور كيم اخيرا فبتبدأ تنط من فوق الصخور بكل ثقة، بس قبل ما تنط من فوق اكبر صخرة بتقف عند اخر لحظة عشان بتشوف قدامها مشهد حادثة العربية من تاني، فبتنزل من على التل وبتلاقي انها سجلت نقطة واحدة بس. وبعد كده بتكلم باباها وبتحكي له اللي حصل وانها قد ايه حاسة انها فاشلة وانها في المركز الاخير في الترتيب. وبالليل مش بيجي لها نوم في وقت ما الكل بيكونوا رايحين في سابع نومة،
فبتقرر انها تروح عند التل، ولما بتوصل القمة بتاعته بتلاقي ويلي كمان هناك، وهنا بتستوعب ان هو ييتي اللاعب المشهور. وبعد ما بيحطوا الالواح بتاعتهم على الارض بيقعدوا يتفرجوا على شروق الشمس، وويلي بيلاحظ ان في حاجة شغلاها، فبيسألها اذا كانت حابة تتكلم في الموضوع ولا لا. فكيم بتبقى متردده انها تحكي له قصتها المأساويه، وبتقوله ان مامتها ماتت بحادثه عربيه وقت ما كانوا ماشيين وراجعين البيت، والاتنين كانوا مبسوطين وبيغنوا، ولما باباها لقى عربيه جت فجاه بدل ما يحود ويلف طلع من الطريق، ومامتها كانت في الناحيه اللي اتخبطت من العربيه وماتت في لحظتها. وبعدين بتعيط وهي بتقول انها مفتقده مامتها جدا، فويلي بيطبطب عليها وبيواسيها، فبتعتذر له عشان عيطت ونكدت عليه، وبعدها بيطلب منها انها تنزل من على الجبل وتحكي مشاكلها كلها. وفي المشهد اللي بعد كده في انجلترا بنلاقي ان عيله ماتسون عاملين حفله وبيبقوا مستنيين ان جوني يقول انه تقدم لكلوي، ومره واحده كارولين بتيجي وبتقول له انه فاضل دقيقتين بس ويعلنوا الخبر. وفي الوقت ده اخو كلوي بيكون عارف ان جوني مش عاوز يتجوزها، فبيقول له يقول الحقيقه قبل ما يعلنوا الخبر. فجوني بياخد كلوي على جنب وبيسالها هي هتحس بايه لو ما اتجوزوش في الاخر، بس كلوي رد فعلها ما بيبقاش هادي خالص، والكل بيتفرج عليهم وهي منفعله وما بتكونش مصدقه انه عاوز ينهي علاقه فضلت 5 سنين في حفله خطوبتهم. فبيقول لها انها كانت عندها حق لما قالت له قبل كده انه بيحب كيم، فبتقول له انها عايزه تشكره اصلا عشان هو سابها قبل ما يتجوزوا، بما ان جوازه منها ده كان عشان مامته، بس في نفس الوقت هي متضايقه انها بتتساب بالطريقه دي، وقبل ما تمشي بتضربه جامد وبتقول له ان الضربه دي ولا حاجه. ولما بيلاقي ان مامته كمان مش داريه باللي حصل بيمشي من الباب الخلفي، والخبر بينتشر بسرعه جدا، وصاحبه جورجي بتجيلها مكالمه وبتعرف باللي حصل. ولما كيم كمان بتعرف باللي حصل بتقول انه مش فارق معاها. وبعد كده يوم البطوله بيجي والكل بيكونوا متحمسين على الاخر، وكيم بتروح تشترك وبتستنى دورها، وبنشوف المتسابقين وهم بيلعبوا واحد ورا التاني، وبعدين بنشوف تارا وهي بتجهز ورا فبتروح تشجعها، وقبل ما تاخد الحقنه بتاعتها بتلاقي انها مش هتقدر تلعب، فبتدي دورها لكيم وبتقول لها ما تضيعش الفرصه دي. والكل بيتصدموا لما بيلاقوا ان واحده مشهوره وناجحه زيها بتنسحب من اللعبه، بس بيعرفوا الكل ان كيم هتلعب مكانها. وقبل ما تلعب كيم بتتصل بباباها وبتقول له يفتح التلفزيون، وبتاخد نفس عميق وبتنزل من على المنحدر مره تانية، بس المره دي بتلعب كويس واحسن من الاول. ولما بتيجي عند المنحدر الكبير بدل ما تشوف مشهد الحادثه بتتخيل مامتها وهي واقفه تشجعها وسط الجمهور ورافعه يافطه باسمها، وبعد ما كيم بتنط وبتنزل صح بتلاقي نفسها سجلت 93 نقطه، فالجمهور بيشجعها وكيم بتفرح جدا. وفي الوقت ده حبايبها والناس القريبه منها بيبقوا بيتفرجوا عليها من البيوت وبيشجعوها هي كمان، زي باباها وزمايلها في الشغل القديم، ومعاهم كمان ريتشارد ابو جوني وجورجي وصاحبتها وميكي بيبقوا بيصرخوا من الحماس لفوز صاحبتهم، وبعدها بيحضنوا بعض كلهم وبيسمعوا صوت حد مش غريب من وراهم. ولما كيم بتلف بتلاقيه جوني وبتقول له انه جرحها كتير، فبيعتذر لها على اللي عمله. ولما بيقول لها انه قطع علاقته بكلوي بتهزر معاه وبتقول له ان الوضع هيتغير عشان هي دلوقتي نجمه. وبعد ما بيعترفوا بحبهم لبعض صحابهم بيبقوا واقفين بيشجعوهم، وبنشوف كارولين وهي متضايقه بس بتوافق في الاخر على علاقتهم. وبعدين بينادوا على اسم كيم عشان تستلم جايزتها، وبنشوفها وهي ماسكه شيك ب 25,000 دولار وتمثال بتاع لقب احسن متزلجه السنه دي، فبتفرح وهي شايفه الكل بيحييها. ولحد هنا بيخلص فيلم النهارده. لو عجبك فيلم النهارده ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.